السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده عملت الهوت دوج بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمه بجد تحفة. زي ما انتم شايفين عملته بقى بطماطم كده عشان اوريه لكم ماسك نفسه وخطير. من غير بيض ولا نشا ولا فول صويا ولا بقسماط ولا اي حاجة. هقول لكم الطريقة وهكتب لكم كمان المقادير. المقادير هتلاقوها مكتوبة هنا. هنا بقى الصدور فراخ، صدر فرخة، يعني خدت منها صدرين وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، ولا جبت بقى بانيه ولا اي حاجة من بره. كانت عندي الفرخة طبعا هستغلها وهعمل بقى الوراك وهعمل الأجنحة، كل اللي طلع منها طبعا هعمله في طبخة. زي ما انتم شايفين بقطع الصدور، ولو فيها اي حاجة عشان طبعا انا اللي خليها هشيلها. عضماية، جلدة، عظمة او جلدة هروح شايلها. بدلع الجلدة، باخد بقى بقية المتقطع كده. بصوا اهي الجلدة اهي بشيلها عشان ما يبقاش فيها اي حاجة خالص. بصوا لقيت كمان عظمة. زي ما انتم شايفين بشيل اي حاجة اهي. هبتدي بقى احط كل المكونات بتاعتي في الكبة. بصوا، وبعد كده هضربها كويس جدا، ولو عندك بقى مكعبين تلج كده حطيهم. هتأكد بقى ان هو اتضرب كويس جدا. طبعا هلاقيها ناعمة خالص هبص عليها وهشوفها. لو لقيتها ناعمة خالص هقول لكم هنحط حاجة تانية. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله، كريمي، عامل زي الكريمة كده. بصوا وريتها لكم بقى وقربت لكم. انا حطيت هنا نص كوبايه صغيره، الصغيره بتاعت القهوه. حطيتها زيت، نص كوبايه زيت. طبعا هضربها تاني عشان الزيت يتقلب مع المقادير كلها. طبعا الزيت هينعمها وهيلمعها كده، هتبقى حلوة جدا. وبتوفر على فكرة، طلعت كتير. يعني انت كمان ممكن تعمليها سندوتشات للولاد وهم رايحين المدرسة. الحاجات دي طبعا انا شلتها في علبة. بقية الهوت دوج شلته في علبة، بحيث ان في اي يوم اعمله سندوتشات للولاد. طبعا مش هيبقى بطماطم، يعني ممكن بطاطس محمرة كده. بصوا بقى المنظر بجد تحفة. وهقول لكم دلوقتي على فكرة حلوة قوي. بعد ما اخلص افضي اللي في الكبة، بصوا المقدار كتير. انا قلت بقى ايه، هقسم شوية هحط فيهم لون عشان يطلع لونه كده ايه، بينك كده، عامل زي ان انا عملت بلحمة وعملت بفراخ. بصوا زي ما انتم شايفين اخدت كمية، نص الكمية هحط فيها اللون الاحمر. ده اللون زي ما انتم شايفين كده انا حطيت اللون. لو انت مش حابة ممكن تحطي، بس ده لون طعام. لو انت مش حابة ممكن تحطي بابريكا، انا تزودي كمية عشان طبعا المقادير كلها فيها بابريكا. انا عندي هنا بقى الاستريتش بقطعه وبحطه وبظبط بقى كده وبعمله زي رول صغير. تلفيه بقى كويس جدا. بصوا هو اصلا رخم الرول ده، الاسترتش ده رخم قوي. بس انا كده كده برضك هعمل بكيس، عشان لو مش عندك ده يبقى كيس التلاجة. بصوا
انا بقى عندي هنا مقطعه الفويل قطع صغيره كده على قد الهوت دوج. بصوا انتي لو حابه تعمليه كبير براحتك، انا قلت هعمله صغير كده واوريه لكم. زي ما انتم شايفين كده بخلص الكميه كلها بالمنظر ده. هلفه بقى بالورق الفويل كده. بقى ايه، ابتديت اسرع الفيديو. لو ما عندكيش بقى الاسترتش، انا جايبه لك ايه الاكياس التلاجة، قطعتها وعملتها زي مربعات كده، وببتدي ايه اعمل بيها. دي هتقدري تتحكمي بيها اكتر، بس مش هتقدري تقفليها كويس، لازم على طول تلفيها بالفويل. بصوا اتقفلت كويس جدا كده. بقى هخلص الكمية زي ما انت شفتوا كده، خلصتها. هبتدي بقى ايه اعمل الخطوة الاخيرة. الحمد لله كده خلصت الكمية. طبعا سايبة مية مغلية على النار، هبتدي احط كل دول في المية المغلية. هسيبه بقى نص ساعة على النار. زي ما انتم شايفين بعد ما بطلعه بسيبه يبرد شوية، وبعد كده ابتدي افكه. بصوا بقى منظره بقى خطير وتحفة، وريحته خطيرة، وملمسه كده ناعم. مكعبين التلج بيخلوا اللحمة تبقى ناعمة او الفراخ. طبعا بقى ايه بقية الكمية ممكن تشيليها، انا هقطعه قدامكم دلوقتي وهعمل منه بالطماطم والبصل والفلفل. وكمان هشيل الكمية كلها في ايام طبعا واحنا رايحين الدراسة، عايزة سندوتشات كتير. بصوا عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي. هوريكم بقى وانا بقطعه، هيعجبكم جدا من جوه، ملمسه حلو قوي قوي. بصوا عامل ازاي. طبعا اللي انا حطيت عليه اللون ده مدي اكنك عامله باللحمه وعامله بالفراخ. بصوا من جوه عامل ازاي. انا قربت الطبق عشان تشوفوا، خطير حلو قوي قوي. هنا بقى بالطماطم، عملته لكم بالطماطم والفلفل والبصل عشان تشوفوه عامل ازاي، ولا جيلاتين بقى ولا اي حاجه. بصوا طريقه حلوه، يا رب تعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوا